وتختصر المسافات. الناس اللي راهو غاديين إلى الله عز وجل وطريقهم حسن بالصيام والقيام والأذكار، حينما تركب مركبة الإنفاق كتمشي بحال البرق. إلا غادي يقطعوهم السنوات، أنت تقطع اللحظات والثواني لتكون من أهل الله، لتكون من الصديقين فعلا، لتكون من الصديقين. ولا بد كما ذكرت في ذلك من هذا المعنى التعبدي الداخل الباطن. وفيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 1000 درهم. كاين الدرهم اللي عند ربي تعالى كيوصل مولاه أكثر من 1000 درهم، نظرا لما وقر في قلب صاحب الدرهم من القصد، ونظرا يعني الوقع الإيماني لذلك الدرهم في قلب مخرجه. يمكن مول الدرهم ما عنده غير ذاك الدرهم، هذاك الشيء اللي عنده، وفي حاجة شديدة إليه. ومول 1000 درهم عنده الملايير، ملي كيخرج 1000 درهم من الناحية الإحصائية النسبية بحال ما خرج والو اطلاقا، ما يشعرش به كاع. 1000 درهم شنو هو؟ ما عندوش هو حساب كاع. ومول الدرهم رفد له الهم، لانه داك الشيء اللي كاين هذاك راس المال، فاذا خرجه فقد خرج عند الله ما له كله، ما له كله، بذاك القصد ديالو، بديك النية العميقة ديالو. يعني خرج المال وهو به إليه خصاصة، محتاج له خاصه هذاك الدرهم، فيوسر غيره عليه. شيء عالي جدا، لأنك حينما تؤثر الآخر على نفسك ما معناه؟ أنك آثرت الآخرة على الدنيا، أنت كتراعي الآخرة لا تنظر إلى الدنيا. فبهذه المعاني الكبار العظام كان الإنفاق منزلة إيمانية من أعلى المنازل التي تطرق بقوة باب الصديقية التي أعلى الله شأنها، وإنما ذكرها لقلائل من الناس في القرآن الكريم. والباب يعني الباب الخير ما مسدودش، ربي تعالى فاتح الأبواب على مدار التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها للمنافسة في الخير. فإذا استطاع العبد أن يصفي نيته في الإنفاق، وأن يجعل إنفاق المال عبادة ليس عبثا. أن تكون الزكاة ركنا من أركان الإسلام، الزكاة اللي هي مفروضة جعلها ربي تعالى ركن من الأركان الخمسة، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من ناحية الركنية، والصلاة والصيام والحج، فجعل إخراج المال بمقادير معلومة من الزكاة فريضة بمنزلة الركن، يعني من السواري الكبار ديال الدين اللي طاح له دينه كامل، إلا أن يتغمده الله برحمته. إلا جحدها من جحدها فقد كفر، اللي قال كاع ما كايناش، كما وقع في حرب أهل الردة، أولئك جحدوها، من جحدها فقد كفر. ومن تركها تكاسلا فقد ارتكب كبيرة من أشنع الكبائر، من أشنع الكبائر ومن أعظم الموبقات، لأنه تخلف عن حق عظيم من حقوق الله جل وعلا. قلت ليس عبثا أن يجعل الله ذلك ركنا. خصنا نعرفوا بأن إخراج المال فهو عبادة نعبد الله به. ملي كتسجد لله وكتركع في الصلاة كتقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، أو في سجودك سبحان ربي الأعلى، وتسجد يعني تخضع وتضع جبهتك وأنفك خاضعا عابدا بين يدي الله جل وعلا على الأرض. كذلك حينما تنفق المال قلبك يسجد، وإن لم تسجد جبهتك في الزكاة وفي غيرها، قلبك يسجد ووجدانك يخلص لله جل وعلا. ضربون من الصلاة، واحد النوع من معاني الصلاة حاصل هنالك، وهو الركوع والخضوع والاستسلام لله جل وعلا. كتقول لربي انت الواحد انت مول شيء، ما انا الا راني يعني هنا مستخلف في الارض، المال مال الله والبشر مستخلفون فيه. هذه القاعده ديال علماء الاقتصاد الاسلام، فقهاء الاسلام، علماء المال في الاسلام قعدوا قاعده مفادها المال مال الله والبشر مستخلفون فيه. عجيب امر الانسان سبحان الله العظيم، يجمع 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 والزمن يجري ضده، ماشي معاه الزمان، انت تجمع الزمن ضدك. الزمن اللي معك هو الزمن اللي كتنفق فيه، لأنك تمضي فيه عملا حسب لك لا عليك. أما الزمن اللي كتجمع فيه فذلك زمان يعني ديال الابتلاء، لأنه سيرى ماذا تصنع. فألا تخشى أن تأتي اللحظة التي تباغتك فيه الموت وأنت تجمع ولا تنفق؟ إذن داك الشيء كله تهز على ظهرك حسابا، ولن تنقل منه فضيلة إلى الآخرة، بل فضائله المادية تبقى هنا. كيديو لك الورثة ديالك بلا خدمة، خدموش عليه، وأنت تحمل حسابه وحدك تحمل حسابه بين يدي الله جل وعلا. ولهذا العبد فعلا حينما يوقن بالآخرة ويتقرب إلى الله جل وعلا ويسير إليه ويدعوه رغبا ورهبا، يكون المال
نوعا من أهم أنواع العبادات التي يعبد الله جل وعلا بها في الأرض. وغلط كبير عليه كثير من المسلمين اللي يفرقوا بين الصلاة والزكاة، ولو تفريق تكاسل ماشي تفريق جحود كما صنع أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق وأقسم عليهم والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة في الإيمان، يقاتل هذا. وهكذا صنع أبو بكر في حروب الردة. لكن حال المسلمين الآن ماشي في هذا الأمر هذا يعني على العموم، وإنما هو تفريق تكاسل. كيقدر يعني يصلي وما يزكيش، أو يعني يشهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله ويصوم رمضان وما يصليش. أحوال من التناقض عجيب تدل على فساد الفهم للدين وعلى فساد العمل بالدين. هذا فساد خطير. كيف إذن أنت تخضع ببدنك ولا تخضع بمالك؟ هذا دل على حاجة، أنك لا تخضع بقلبك ولو كنت تصلي. ولذلك قال لك الصدقة برهان، دليل على أن قلبك خضع لله واستجاب لله. فإذا ركعت وسجدت كنت صادقا. شكون الدليل؟ ماشي الركوع، لا، الصدقة التي أخرجتها، هذاك الدليل. والصدقة برهان، دليل على أنك فعلا بما أنفقت دليل على أنك تصلي حقا وتعبد الله صدقا، وهذا الذي يقودك إلى الصديقية. فحينما يكون العبد دائم الإنفاق يكون منفقا. سيدنا أبو بكر الصديق واحد العدد ديال الناس كان ينفق عليهم، أيتام، كان ينفق على أيتام وينفق على أولي قربى ويعتق الأرقاء والإماء في سبيل الله. يعني والمنفقون أو والمنفقين حالة الإنفاق عنده دائمة، لأنه يعني هذه كلمة وأنفقوا فيها معنى الدوام والاستمرار، فيها معنى الدوام والاستمرار. لأن قلت الإنفاق هو كتخرج كل شيء. أنت لما خرجت كل شيء الآن راك غادي معه تنفق اليوم وغدا، هذا منفق. أما كتخرج واحد الصدقة اليوم وتقطع فهذا ليس بإنفاق حقيقي، ما فيش معنى. فيه صدقة حتى ولو خرجت النية، فيه صدقة قد تكون زكاة، قد تكون يعني صدقة من أنواع الصدقات التطوعية، ولكن فيها معنى الإنفاق الحقيقي ما فيهاش، لأن معنى الإنفاق الحقيقي فيه إما إخراج الكل أو الدوام على الفعل ديما. يعني عندك يتيم أنت تكفله دائما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى، بين الصبع الوسطاني والصبع ديال التشهد، قرن بيناتهم يعني في الجنة ننفق على اليتيم مع سيدنا رسول الله متجاورين. وكفى بها منزلة عظمى لا ينالها إلا الصديقون. باش كتعرف بلا الصديقية فعلا عالية. هذاك الصحابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاته صعيبة الطلب، هذا طلب صعيب. واحد من الصحابة خدم رسول الله عليه الصلاة والسلام أياما، أدى واحد الخدمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل أجرة تخلص، شحال غنخلصك؟ هذاك الصحابي ذكي فكر، قال ذكرت لو أني سألته شيئا من أمور الدنيا فإن الدنيا تنتهي والمال يفنى، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطرق سكت، يعني هذا طلب وعر. دخل الجنة ما شاء الله، الجنة واسعة وربي كريم سبحانه، وهو كريم قبل ذلك وبعد ذلك، ولكن هذا طلب حداه يعني. والمنازل ديال الصلاح عالية في الحديث، إن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء. وخا العبد راه في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل المراتب العليا، حل قاعد في واحد الكوكب في الجنة، كاين واحد النجمة بعيدة بينه وبينها ملايير السنوات الضوئية كما يعبرون اليوم. شكون هذاك القصر؟ قصر عمر، قصر أبي بكر، قصر عثمان، بينك وبينهم أفلاك وطبقات ما شاء الله. وهذا جنيشا قال له أسألك مرافقتك في الجنة. ولهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود. أنا طلبتها كبيرة أنت، فأعني على نفسك. وتعلمون رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مستجاب الدعوة، غادي نطلب الله تعالى باش تكون حدايا في الجنة، ولكن عاوني على راسك، عاوني على راسك بكثرة السجود. فحينما مثل هذا أدى خدمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ووعده رسول الله بأن يأجره أجره، قال له طلب أشنو بغيت نخلصك، والآخر فاجئه طلبها بهذا الشكل. فإذا مع ذلك قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. المتصدق يختصر ذلك كله، أنا وكافل اليتيم كهاتين، يجمع له كله في جملة واحدة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وتعلمون حديث المرأة المومس أو الباغية من بني إسرائيل التي دخلت الجنة في كلب ساقته، يعني القلب ديالها شفق على كلب في الصحراء
كيلات بالعطش يكاد ينقطع لسانه عطشا، فدلت الخمار ديالها الخرقه ديال الراس ديالها دلتها في البير وجبدت له الماء وقعدت كتسقيه تشربوا بيديها، فأدخلها الله الجنة بذلك على ما كان منها من الفسق والفجور والزنا بسبب صدقة في كلب، وفي كل ذي كبد رطبة صدقة. شيء عظيم، فعل الخير من الصدقات والزكوات وسائر أنواع الإنفاق ليس مثله شيء من العمل الصالح بعد التوحيد، شيء كبير جدا. ولهذا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما فتح الله مكة وقال الأنصار لقد فتح الله على لرسوله مكة ونصر الله دينه ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقالوا ننصرف إلى متاعنا وأموالنا نهتم بالدنيا ديالنا، وقد كانوا أهل فلاحة وزراعة، فأنزل الله فيهم الآية المعلومة من سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكات وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في بعض الغزوات من غزوات القسطنطينية في أوائل غزواتها أحد المجاهدين ألقى بنفسه في العدو، يعني غادي وغامر ودخل لحرسه في العدو يقاتل في سبيل الله، فبعض الناس قالوا يلقي بيده التهلكة، فنادى رضي الله عنه وأرضاه قال: والله أيها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية على هذا التأويل أو هذا التأويل، والله إني أعلم فيما نزلت، لقد نزلت فينا معشر الأنصار حينما فتح الله لرسوله مكة ونصر دينه، قلنا أي معشر الأنصار قلنا نرجع إلى أموالنا ونصلح دنيانا، أو كما قالوا، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شنو هو التهلكة؟ الإلقاء باليد إلى التهلكة في هذا السياق هو إمساك المال، صافي، هذا معناه في السياق. ربي قال لهم: انتم اللي كنتوا كتدعموا الدعوة ديال الإسلام والجهاد في سبيل الله بما كان عليه من البركات والخيرات في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بغيتوا تحبسوا وتمشيوا تقابلوا الجنانات والغراسي، هذا إلقاء باليد إلى التهلكة. سير للجنانات والغراسي ولكن جيب داك الشيء إلى الإيمان والإسلام. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالانصراف عن الإيمان الصالح والعمل الصالح، بالانصراف عن الإيمان والعمل الصالح إلى الاشتغال بالدنيا فقط. وأحسنوا، ما تديرش غير اللي يطلب منك الله تعالى بالوجوب، زيد على ذلك بالإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولهذا يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأنصار استجابوا لله ولرسول الله لما دعاهم إلى هذه الحياة. والله إنها لحياة لذيذة، وإنها لمتعة سعيدة فعلا، أن يشعر العبد بأنه يسير في مراتب الإيمان العليا، وأنه يرجو أن ينال مرتبة ومنزلة الصديقية عند الله، وما ذلك على الله جل وعلا بعزيز. ربي كريم سبحانه وتعالى إذا علم الصدق من العبد قربه إليه تقريبا. ولهذا الإنفاق راه خاصية، صفة في الإنسان. وتعرف بنادم إلا عنده هذه الصفة ولا ما عندوش من السلوك اليومي ديالو، من السلوك اليومي طبيعي، وليس بالضرورة أن يكون غنيا، ماشي بالضرورة. كاين بنادم اللي كتعرفوا يعني يقدم الخدمات سريع، يعني يخدموا أهل الخير، يخدموا المؤمنين، يخدموا الناس، يخدموا أهل الحاجات بأي شيء، خا ما عندوش كيخرج ريال لأن افتقدته ريال، كيستطيع أن يخرج. هذا الذي يعبده الناس يضعه هو فعلا تحت قدمه ويسلطه على هلكته ويذبحه بين يدي الله عز وجل تضحية به. هذا شيء عظيم جدا. تنفق الظهر وتنفق البيت وتنفق المال وتنفق المنافع، ما كاينش غير الفلوس يعني حب سيولة فقط، لا، هذا شيء مهم وهو من أعلى المراتب. ولكن الإنفاق كنقول راه صفة في بنادم، راه اللي ما كينفق شيء صغيرة ما ينفق شيء الكبيرة، لأنها صفة يعني واحد طبيعة في الإنسان يؤتيها الله إياه تفضلا منه ونعمه. يعني أعطي مثلا يمكن أن ينتهي هذا الدرس وتوجد ناس ساكنين بعيد 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر في ضواحي المدينة، ما كاينش اللي يردوا في السيارة ديالو، ماشي كنركب على سيارتي صافي كملت أنا، ما كيركب معايا أحد. أنفق الظهر، يعني من كان له فضل ظهرين فلينفق أو ليعود على أخيه بهذا الفضل أو بهذا الظهر. ركب معك خوتك المؤمن فين أنت ساكن، وصل أهل الخير إلى منازلهم إلى بيوتهم، هذا ضرب من الإنفاق. الصالون ديالي ما يدخلوا ليه إلا فلان وعلان، لا حتى دوك المساكن الدراوش خليهم واحد النهار يدخلوا للصالون ديالك ويجلسوا على ديك الزربية الغالية ديالك ويأكلون ويشربون مما آتاك الله.
هذا راه ضرب من الإنفاق. وحين أمرنا بالإطعام راه واحد المعنى عظيم جدا، راه ماشي فقط الإطعام تخرجوا فلوس، لأن حتى ذاك فاش كيخرجوا فلوس صحيح قد يخرجوا نقدا، لا بأس بذلك، ولكن من المقاصد أيضا أن تطعم الناس، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لأنه راك كتطبخوا في الدار وكيتمحنوا عليهم مالين الدار وكيدخلوا هذوك الناس، وانت اللي راك شكون انت؟ يعني كتخدم الناس فقراء، شيء مهم، كتدخلهم الماكله وتحط لهم وترحب بهم، راه واحد التاثير نفسي عالي جدا اكبر بكثير من كتعطيه 100 درهم تقول له سير الله يهنيك، كتقول له 100 درهم كتقول غير بعد عليا، 100 درهم غير هنيني، لا سيدي دخلوا لداري ونجلسوا على الزربيه ونكب عليه طاس الشلال. هذا شيء عجيب عجيب تنال به من الدرجات ما لن تناله بعمل اخر. علاش؟ لان عندك خاصيه الانفاق كاينه هنا، تبذل نفسك، تبذل ذاتك، تجعل نفسك خادما على أعتاب الله، خادما بين يدي الله، أنت عبد أنا إذن لله، ماشي عبد لهذوك الناس، عبد لله عز وجل، إنك تشوف هاد الناس بهم كيرضى الله تعالى عليك، وهذا ومثله كثير. أما حينما تكون الصدقة جارية فتلك نعمة ولا كأي نعمة. اللي كرم ربي وساهم في شي خير يستمر بعد موته، يستمر بعد موته، معناه إذن أنك باقي حي، ما متشاي، لم تموت، أنت راك في قبرك والرصيد ديالك باقي كيجي من الدنيا. شيء عجيب أن يبقى شيء مستمرا بعد وفاة العبد يخدمه وهو في قبره، الولد الصالح والمال النافع والصدقة الجارية. أما الولد الصالح فيموت، الحديث اللي فيه بأن الله عز وجل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولدا صالحا يدعو له وصدقة جارية ومالا ينتفع به. الولد الصالح صحيح بدعواته وبما يفعل من الخير، وكتا هو كيموت، هذا الولد الصالح عطيه قرن كاع صافي مات، وما شاء الله في الدنيا وفي الزمان. والعلم قد ينفع فعلا إلى الأبد، وقد ينقطع أيضا. عدد ديال العلماء مثلا دازوا في التاريخ كاين اللي ما باركلوش ربي في سبحان الله العظيم في العلم ديالو، يعني كتب ديالو تقطعت اندثرت، السند ديال الرواية عليه تقطع صافي، بقات غير سميتو كان من العلماء، ما أثره فعليا الآن لا يدري أحد، انقطع ذلك، فما تدري ربي قبلو ما قبلوش، ما تدري شنو كان في نيته. ونعلم بعض أهل العلم مثلا ممن كتب كتابا يسيرا، الإمام النووي رحمه الله معروف صاحب رياض الصالحين والأربعين النووية وشرح مسلم. شنو هي الأربعين النووية من حيث الخدمة؟ طالب بسيط دابا يعني طالب في الثانوي يصنع بحال الأربعين النووية أو أفضل، يجمعها بحالها، ما هي 40 حديث ولا كذا و40 حديث، يجمعها من صحيح البخاري ومسلم من كتب السنن. أنا نجمعها غير من البخاري ومسلم باش نهني راسي من التصحيح والتضعيف. ولكن شكون اللي يقبل لك؟ ما معنى يضمن لك القبول؟ شكون اللي يضمن لك القبول؟ باش هذيك الأربعين ديالك أنت يقراوها الناس ويشرحوها الناس ويحفظوها الناس ويحفظوها لولادهم الناس، وتنال انت الاجر. شحال واحد دار الأربعين ديالو ولكن ما مشاتش في السوق، لم تستمر. فكاين الحاجه اللي كتبقى، كاين الحاجه اللي كتنقطع ما كيديرش فيها ربي البركه على وزان القصد الذي قصده صاحبها. وكاين مال الاوقاف والاحباس، شحال من واحد حبس الارض وجات الايام على نيته، ديك الارض سبحان الله واخا حبسها ما طلعت فيها بركه. كاين اللي ربي يجعل له البركه وديك الارض طلع فيها جامع او طلع فيها خير ولا طلع فيها شي مصيبه والعياذ بالله. فلذلك كاين اللي سبحان الله علامات القبول كتكون باينه، هذه الارض ربي يجعل فيها البركه بما وقع من صدق والاخلاص، يعني ديك الصدقه اي انه فعلا جرد قلبه لله جل وعلا فاعطى تلك الارض لله جل وعلا، نوال الاخلاص ونوال التوحيد ونوال الاجر الاخروي، لا يرجو بذلك سمعه ولا رياء. اما الصدقه